ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ طبعا زي ما انتم عارفين لسه بالظبط 8 ايام على موعد ادراج ميمي فاي، فانا النهارده ان شاء الله طالع لكم لاخر التطورات اللي حصلت بالنسبه للبوت، والبوت هيعمل ايه بالنسبه للغشاشين اللي بيستخدموا هاكر حاليا، وطريقه التوزيع وسعر العمله باذن الله. فلسه قدامك وقت اللي انت تشتغل على البوت، لسه 8 ايام، فشد حيلك كده وابعد عن الهاكرات، وهقول لك ليه دلوقتي. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتنورني في جروب التليجرام عشان بينزل على اخر الاخبار اول باول قبل اليوتيوب كمان. ده غير طبعا جروب الشات اللي انا بكون متواجد فيه شخصيا وبحل فيه جميع المشاكل باذن الله، انا والادمن اللي معايا. طبعا اللايك والسبسكرايب هنا في اليوتيوب بيدعمني في صناعه المحتوى ويخليه يظهر بالكواليتي اللي انت شايفها دلوقتي. والنهارده ان شاء الله هشرح اخر التحديثات بالنسبه لبوت ميمي فاي. اول حاجه خلينا نبارك لكم كلكم على اقتراب موعد ادراج ميمي فاي. طبعا البوت ده احنا تعبنا فيه جدا، اللي احنا برضه شغالين عليه من شهور من ايام هامستر، لكن طبعا في الفتره الاخيره حصل مشاكل كتيره جدا، فانا طالع اوضحها في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله. بس اول حاجه خلينا نبدا بسعر العمله وطريقه التوزيع. طبعا سعر العمله ده هيبقى السعر المتوقع بالنسبه لي انا كمحمد، وطريقه التوزيع برضه هتظهر على الشاشه بالنسبه للبوت ذات نفسه. زي ما انتم شايفين كده على الشاشه التوتال سبلاي بتاع العمله 10 مليار، يعني لو سيرت العمله مليار دولار هيبقى سعر العمله 10 سنت، وده طبعا متوقع جدا بالنسبه لحجم البوت، والبوت قوي جدا وضخم جدا، فاتوقع ان شاء الله سيولته تكون مليار دولار، لكن هو في الاول والاخر برضه توقع. وطريقه التوزيع برضه زي ما انتم شايفينها على الشاشه كده 90% بالنسبه للمجتمع اللي هو احنا يعني، ودي طبعا نسبه كبيره جدا. اعتقد مفيش بوت عمل النسبه دي قبل ميمي فاي، واظن برضه بعد ميمي فاي، فالبوت محترم جدا مخلي الناس اولويه عنه، وده طبعا شيء يحترم جدا بالنسبه للبوت. وان شاء الله سيوله العمله تكون فوق المليار دولار باذن الله، بحيث حتى يكون سعر العمله فوق ال 10 سنت، لكن لو اقل من المليار دولار ان شاء الله ما يكونش اقل بكتير جدا، ويبقى برضه في المعقول. وخلينا نروح لتاني حاجه هو سعر العمله في البري ماركت. سعر العمله زي ما انت شايف كده في البري ماركت 0.03، ولكن برضه خلينا عارفين حاجه ان السعر في البري ماركت ملوش اي صله بالسعر في الحقيقه، لكن ساعات بيكون قريب منه وساعات لا، فمحدش يحكم على السعر اللي في البري ماركت. والسعر اللي قدامكم على الشاشه ده السعر من منصه بيدجت، يعني مش اي منصه برضه. وطبعا طريقه التوزيع ذات نفسها اظن هتنزل زي هامستر كده قبلها بكام يوم، يومين ثلاثه، يعني لسه هنشوف بقى المليون عمله او ال 10 مليون او ال 100 مليون او المليار بتساوي كام عمله بالميمي فاي. وبالنسبه للشبكه اللي هتندرج عليها تقريبا هتبقى شبكه اثريوم، وفي نفس الوقت شاكك انها تبقى شبكه تون، لان التعاملات جوه البوت بشبكه تون، فانا مش عارف صراحه، وبرضه هنعرف كل الكلام ده قريب باذن الله. طبعا وفي احداث دلوقتي شغاله جوه البوت، زي مثلا لو شحنت ب 2 من 10 تون هتاخد 50 مليون عمله، لكن انا ما انصحش حد يعملها، لان انا عملتها بنفسي لكن خلوني ادفع مرتين، في الاخر ادوني 50 مليون عمله بس، وده طبعا شيء زعلني منهم جدا، اللي هم حتى ما رجعوليش ال 2 من 10 تون اللي صرفوا بالغلط، والعيب منهم هم مش مني انا. طبعا ده غير حدث الكروت الذهبيه اللي هم عاملينه، اللي انت بتلف عجله الحظ ولو طلعت لك 30 كارت احمر اللي هو شكله شبه شكل اثريوم هتخش السحب على عملات اثريوم، وطبعا الجوائز بتتوزع بحسب الترتيب بتاعك، فانت شارك برضه فيها لعل وعسى تكون من الناس الكسبانه. وخلينا دلوقتي نروح لاهم الاسئله اللي اتسالت للبوت، واول سؤال اتوجه لهم زي ما انت شايف كده على الشاشه، فيما معناه ان انا هدفع رسوم عشان اتاهل للايردروب، وردهم كان لا، الجميع مؤهلون. ده طبعا شيء جميل جدا عشان ما يكونش شبه روك رابت او اكس امباير او المعامله بتاع كاتس اللي بتخليك مؤهل للايردروب. بحترم انا جدا البوتات اللي مش بتخليك تدفع حاجه، لان معظم الناس اللي داخله المجال معاش راس مال اساسا، فاحسن حل فعلا اللي هو ما يخلوش في رسوم عشان الكل يستفيد، وده طبعا شيء نحترمه جدا بالبوت والبوت طبعا محترم جدا بعيدا عن الخطا اللي حصل معايا. فده بالنسبه لاول سؤال اللي مش هيبقى فيه رسوم وقت الادراج. تاني سؤال واحد بيسالهم ايه هو الغش بالنسبه للميمي فاي، وايه الحاجات اللي نتجنبها بحيث ما نتحذرش، ولكن رد البوت كان غريب جدا، بيقول لك يتعلق الامر بتراكم العملات المعدنيه سيتم حظرها جميعا. طب تراكم العملات المعدنيه ده بيكون بالنسبه للناس اللي عامله هاك اساسا على ايميلاتها، لكن احنا مش عاملين. لكن البوت برضه رد بعدها على طول ووضح الكلام، قال دع الغشاشين يغشون اذا حذرناهم الان فسوف يجدون اختراقا لمواصفات الغش قبل انتهاء التعديل. يعني معنى كلامهم اللي احنا لو حذرناهم دلوقتي هيفتحوا بابين تانية يغشوا بيها، وده طبعا هيبقى تعب بالنسبه للناس اللي شغاله على البوت، فهم قالوا يسكتوا 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 ويطلعوا وقت الادراج يردوا عليهم كلهم. وده برضه اللي قالوه في الرساله اللي تحت، اللي احنا هنسيبهم لحد يوم المطالبه او يوم الادراج يعني اللي هنطلب فيه العملات، ونسبه كتيره جدا منهم هتاخد حظر، وناس كتيره جدا هيقولوا ان انت غير مؤهل، وقال لك في الاخر سيبهم خليهم يضيعوا وقتهم. وده معناه ان البوت مش نايم، والبوت مفتح وعارف اللي بيحصل كويس. واكيد طبعا البوت بالحجم اكيد مش هيبقى عارف الكلام لا طبعا هو عارف بس ساكت دلوقتي. والرساله الثالثه بتاعت ميمو فاي اللي قال فيها لا تقلق بشان الغشاشين، صلاح سر جماعه الغشاشين، يعني البوت كده كده بيقول لك اللي هو عارف الحكايه كلها، فريح وما تعملش هاك عشان في الاخر هتاخد فوق دماغك. ده خلاصه الكلام اللي قاله البوت بالنسبه للهاك، لكن في حاجه هو ما اتكلمش فيها، او بمعنى اصح ما طلعش رد قطعي فيها، وده بالنسبه للناس اللي زيي وصناع المحتوى اللي احنا مدخلين اساسا الاحالات دي اساسا عامله هاك، واحنا اكيد طبعا جالنا نسبه كبيره جدا منها. فايه العمل اللي المفروض نعمله؟ يعني انا في يوم وليله اصحى الاقي معايا 40,000 سبين، ده طبعا رقم مش منطقي، وما عنديش احاله تقدر تجيب الرقم فواحد برضه طلع سالهم وقال اللي هو بعت الرابط بتاعه في جروب، والجروب دخل له احالات منه، لكن كانت في احاله من الاحالات بتاعته عملت الهاك، فهيبقى ايه مصيره من الاخر؟ فالبوت رد عليه كتب له لا اعتقد انك يجب ان تكون خائفا، يعني ما تخافش،
وطبعا ده الرد ده ما يطمنش جدا. يعني انت قلت لي ما تخافش، طب وبعدين؟ انا عايز رد قاطع هيحصل، لان الحركه اللي طلعت واستفزت البوت بعد اللي حصل دون والمنشط اللي هو طلعها، واحد طلع وقال للبوت طب انا دلوقتي هعمل احالات بالنسبه للناس الكبار المشهورين يعني، وهعمل عندي الهاك، هل انت كده هتقدر تعذر المشهورين دول او المؤثرين؟ وللاسف البوت ما طلعش رد عليه، لكن برضه اعتقد ان البوت مش هيتلاقي رد اللي هو فعلا هيعمل ايه مع الناس دي، الناس اللي جايه كميات كبيره جدا من الاحالات الغشاشه. يعني هل هيحذر الناس دي كمان؟ سواء ما لهمش ذنب، يعني انا مالي لما يخش لي واحد من رابط الاحاله بتاعي ويعمل الهاك؟ انا ايه علاقتي؟ انا مالي؟ وللاسف البوت ما طلعش رد على السؤال ده. لكن اعتقد 3 حاجات لو البوت عملها ممكن يحل المشكله دي. اول حل وده مش قوي جدا، اللي هو يرجع قاعده البيانات ما قبل الغش، لكن طبعا في ناس كتير جدا هتتظلم، خاصه الناس اللي لسه داخله جديده، وطبعا بالنسبه للتوزيع هم يحسبوها بقى، لكن طبعا ده مش فكره دقيقه جدا يعني، هو اعتقاد مني مش اكتر. تاني حاجه يعملوا اللي هم يحصلوا الحسابات المتهكره بس، لكن برضه الشركه هتخسر كتير جدا بالنسبه للحسابات اللي جالها احالات وهميه. والحل التالت اللي ده برشحه الصراحه انها تلغي حوار الاحالات ده خالص. اي نعم هيأثر على ناس كتير جدا خاصه صناع المحتوى وانا اكيد واحد منهم، لكن حرفيا ده احسن حل ممكن تعمله، تلغي الاحالات نهائي وتسحب كل الجوائز اللي اتبعتت للاحالات. ده طبعا صدقوني هيبقى احسن حل، هو حل عادل، على قد ما اشتغلت في البوت على قد ما هتلاقي. لكن هتعمل هاك من ايميل فيك وتبعت لايميلك الاساسي ويقول لما عملتش هاك، اكيد برضه البوت بيفكر في الكلام ده واكيد عارف الكلام ده كويس، لكن بصراحه ده انسب حل ويا ريت البوت يعمله. وطبعا هنعرف البوت هيعمل ايه خلال الفتره الجايه باذن الله، فخليك عارف ان انت لازم تكون متضمن لقنوات التليجرام عشان بننزل عليهم الاخبار اول باول، وحرفيا الجروب هيفيدك جدا، وهتلاقي كل الروابط تحت في الديسكربشن. ولو عوزت برضه اي حاجه مني خش كلمني، واشوفكم على خير في الفيديو القادم.